سلمان يصل لتركيا لحضور قمة الإسلامية، وشكري يرأس وفد مصر ويسلم الرئاسة لأردوغان. الملك سلمان وصل النهاردة لتركيا لحضور القمة رقم 13، القمة الإسلامية رقم 13، وسامح شكري هيرأس وفد مصر وبيسلم الرئاسة لأردوغان. بس عايز أقول لحضراتكم شوية حاجات في القصة دي صورة الملك سلمان لما وصل أنقرة في استقباله رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. ده صورة وصوله هنا. الحقيقة بس عايز أقول لكم إنه الموضوع موضوع تمثيل مصر موضوع مش بسيط. مصر هي رئيسة القمة اللي فاتت، القمة 12، القمة 13 مفروض رئيس القمة اللي فات يسلم رئيس القمة اللي قادم اللي هو مصر تسلم تركيا. يبدو والله أعلم إن مصر مش هتبعت السيسي حتى هذه اللحظة. لحد دلوقتي رسميا كده السيسي مش جاي، وكانت مصر ناوية تقل أصلها، أو النظام المصري مش مصر يعني، ناوية تقل أصلها وتبعت وفد كده كلشن كان، يعني أي كلام، شوية مساعدين خارجية على شوية موظفين من الخارجية اللي بيلبسوا بدل دول. إنما يبدو إنه الملك سلمان كان له دور في رفع مستوى التمثيل المصري في هذه القمة، فبقت على رأسها وزير الخارجية. طيب سعت المملكة العربية السعودية عشان ترفع لأنه القصة كلها مش بس دور مصر العظيم في المنطقة ولكن أو في العالم الإسلامي، ولكن أيضا لأن مصر هتسلم القمة أو رئاسة القمة للأنقرة، فمفروض أن مصر يكون الوفد بتاعها شكله كويس. حتى هذه اللحظة ربما تتغير، ربما السيسي كده يفكر الحكاية تزغرط في دماغه، ربما ياخد وعود وتطمينات كده. أهو زي ما بقول لحضراتكم مصر ترفع تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا بطلب سعودي. ده مش أنا يعني مش بنفتي، العربي الجديد بتقول كشفت مصادر بوزارة الخارجية المصرية أن القاهرة قررت إفادة وزير الخارجية سامح شكري لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد في مدينة اسطنبول التركية الشهر الجاري. وأوضحت المصادر أن مصر قررت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للقمة بحضور وزير الخارجية بعد أن كانت يعني تنوي إفادة أحد مساعدي الوزير لتسليم رئاسة القمة لتركيا في ظل العلاقات المتوترة بين الجانبين. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة استجابت مطلب السعودي برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بعد وعود بتأمين الوفد المصري وعدم التعرض له بأي مضايقات من جانب المصريين المعارضين والتابعين لجماعة الإخوان المسلمين الذين تستضيفهم تركيا. السؤال بقى حضرتك ذكي كفاية عشان تعرف يعني مصر قال إيه، كانت قلقانة من إن المصريين اللي هنا في اسطنبول أو في تركيا يضايقوا الوفد المصري، يجرحوا مشاعره وأحاسيسه. لكن أنت خليك برضو يعني خيالي شوية. هو الحقيقة السيسي نفسه يخشى إن يعني يتعامل هنا معاملة مش كويسة، وأظن إن خشيته دي في محلها. يعني السيسي يخشى مثلا إنه إيه، يعني يحصل معاه حركة، تحصل معاه حاجة مش مظبوطة تمام، لكن بتتجاب في مين في الآخر؟ هو قال إيه؟ إنه طلب إن هم يأمنوا الوفد المصري إنه يتعرضش لمضايقات من المصريين اللي موجودين في تركيا واللي هم سموهم تابعين لجماعة الإخوان. والسؤال يعني هو الوفد المصري اللي جاي المؤتمر الإسلامي ناوي إن شاء الله يقعد في كافيهات يعني فالناس هتضايقه؟ يعني الوفد المصري اللي جاي المؤتمر ده ناوي إن شاء الله كده يتمشى في الشارع كده ويتفسح فواحد يرمي عليه قشرة موز؟ مش لطيف يعني، مش منطق برضو. لكن هم اعتقد ان نظام عبد الفتاح السيسي خايف كويس جدا من انه هو اللي يتم مضايقته من قبل السلطات هنا. على كل حال ايا كان الموضوع، وصل سامح شكري النهارده الى اسطنبول. اللي بعده خلاص سلمان وصل الملك سلمان ووفد مصر وشكري بيرأس وفد مصر، وشكري وصل فعلا الى اسطنبول. اللي بعده
الجماعة الإسلامية تهدد بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية حال استمرار خلافات الإخوان الداخلية. الجماعة الإسلامية انتوا عارفين في حاجة اسمها تحالف دعم الشرعية، ده من بعد الانقلاب على طول، أو يعني من قبل الانقلاب بشوية، ده الانقلاب، وكان مجموعة من التيارات الإسلامية المختلفة واتحطوا كلهم أو تسموا كلهم تحالف دعم الشرعية. الجماعة الإسلامية النهاردة أو امبارح أعلنت إنها بتهدد بالانسحاب من التحالف عشان اعتراضا على استمرار أو في حال استمرار خلافات الإخوان مع بعض. الجماعة الإسلامية هتخرج من ده، هتخرج من التحالف ده. ده لحد دلوقتي اللي منشور، الى اي مدى صادق او لا انا ما اعرفش. عشان كده لازم نستعين بمكالمه مهمه من الاستاذ اسلام الغمري. استاذ اسلام، مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي أستاذ محمد، تحياتي لمشاهديك الكرام. تحياتي لحضرتك يا فندم. بس أنا نسيت أعرف الناس، الأستاذ إسلام الغمري قيادي بالجماعة الإسلامية من حزب البناء والتنمية. أستاذ إسلام، الخبر اللي أنا يعني قرأته على المشاهدين دلوقتي مظبوط إن الجماعة الإسلامية تهدد بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية في حال استمرار خلافات الإخوان الداخلية؟ الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية كانتا حريصين أو أشد الحرص على استمرار التحالف وبقاء التحالف، ولذلك لم نستجب لضغوط النظام المصري عندما اعتقل رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية ودفع حياته ثمنا لهذا الموقف، وكذلك العديد من قيادات الحزب والجماعة لا زالوا حتى الآن داخل السجون. ولا زلنا على استعداد كامل مع سائر جماهير الشعب المصري أن نقدم الشهداء وأن نقدم كل التضحيات حتى تسترد مصر والثورة المصرية ما فقدته على يد الثورة المضادة والانقلاب العسكري الدموي الذي يحكم مصر الآن. ولكن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية حرصا منهما على أن تسترد الثورة مكاسبها وأن تستعيد زخمها، فإنها تجد أن هذا الانقسام الحاصل في جماعة الإخوان المسلمين وهذا التراشق الذي يحدث من حين لآخر يؤدي إلى اضطراب في صف التحالف وفي الوضع العام، مما يجعل هذا التحذير واجب من باب النصيحة. الجماعة والحزب قد نصح في أوقات سابقة سرا وعبر أدوات مختلفة، ولكن لا يزال هذا الانقسام قائم ويهدد هذا الكيان. فلذلك نحن ننظر للثورة ككل وننظر للمكتسبات الوطن ككل، ونجد أن جماعة الإخوان المسلمين هي مكون كبير في الثورة المصرية ولها احترامها ولها ثقلها، ولكن نخشى من استمرار هذا الوضع أن يؤثر سلبا على الوضع العام. فكان هذا التحذير من باب الحرص على الجماعة والحرص على التحالف والحرص على الثورة والوطن. طيب أستاذ إسلام، يعني خليني أصارح حضرتك بهاجس عندي، يعني هو مجرد سؤال. هل أنتم في الجماعة الإسلامية أو في التحالف اتخذتم خلافات الإخوان تكئة للخروج من التحالف ده، أم أن الموضوع هو بس مجرد تحذير؟ بداية نحن لسنا مجبرين على البقاء أو الخروج، نحن نتحرك من حس وطني ومن واقع إحساس بالظلم. فالثورة ليست ثورة الإخوان المسلمين ولا ثورة جماعة أو فصيل، هي ثورة الشعب المصري وحقوق الشعب المصري. لا يمكن لنا أن نتخلى حتى وإن تخلى غيرنا عن مطالب الشعب، فليس الوجود في التحالف أو الخروج منه. طيب يا أستاذ إسلام، معلش كان ممكن يبقى التحذير ده بيننا وبين بعض في غرف مغلقة، ولكن أن التغيير والتحذير يصل إلى الإعلام في التوقيت ده تحديدا، هل كان يجب أن يصل الإعلام؟ في هذا التوقيت أو غيره البيان وضح أن هناك تحذيرات متتالية قد تمت بوسائل مختلفة ولم يتم الانصياع إليها، وكان اللجوء لهذا الإعلان العلني بعد أن لم يعد سرا أن هناك انقساما، أن هناك اضطرابا، أن هناك خلافا. فليس الخلاف في داخل جماعة الإخوان المسلمين خلاف داخل الغرف المغلقة، بل هو خلاف عبر وسائل الإعلام يقرأه القاصي والداني وينعكس انعكاس سلبي. فلا يمكن لجماعة كبرى مثل الجماعة الإسلامية أن تقف مكتوفة الأيدي وأن ترى أمور معينة تهدد مستقبل الثورة ومستقبل الوضع العام إلا أن تتدخل بوسائل مختلفة. الجماعة الإسلامية قدمت تضحيات عبر أكثر من 30 سنة في عهد مبارك
من خير شبابها ولا زالت تضحي. هي جماعة ثائرة، هي جماعة مجاهدة، هي جماعة عاملة للدين تقدم مصلحة الوطن، وتنازلت عن حقوق كثيرة واستحقاقات. هي لا تسعى لمكسب دنيوي أو لمكسب مادي، لا، إنما ما انا ما تسعى لأن بتهمهاش يا فندم، بس يا استاذ اسلام، انا ما اتهمتش الجماعه انها تسعى لمكسب دنيوي على الاطلاق، انا بس بسال يعني. لكن خليني اقول لحضرتك يعني، آه هل حدثت اي استجابه بعد نشر هذا التحذير في الاعلام؟ هل حدث استجابه من جماعه الاخوان؟ نأمل ذلك ولا زلنا ننتظر. جماعة الإخوان المسلمين هي من أقرب الناس إلينا، ومصلحتها مصلحتنا ووحدتها وحدتنا. فنحن إذ نقول ذلك نقوله لجماعة حبيبة وصديقة، ويجمعنا بها يعني محبة ومودة ودماء قد أريقت منا ومنهم، وسجون قد أضلتنا وأضلتهم، وظلم قد وقع عليهم ووقع علينا. فنحن إذ نقول ذلك لا نسعى إلا للخير، ونأمل من إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين أن يتلقوا ذلك بصدر رحب، وأن يكون بداية خير، لأن تلتئم وحدة الجماعة بما يساعد في استرداد الثورة وفي استكمال مسيرة الثورة. ان شاء الله، ان شاء الله. استاذ اسلام الغمري القيادي بالجامعه الاسلاميه، بشكرك جدا بحزب البناء، بشكرك جدا يا فندم. ونتمنى انه الحقيقه، انا اتمنى، انا شخصيا اتمنى ان القيادات في جماعه الاخوان يعني ينتبهوا للتغييرات اللي حاصله، خاصه انها مهمه وفي توقيتات مهمه. كنا من كام يوم كده، كان اليوم السابع نشر على